وانا ملاقيها ملقى وما عرفت اختل. انا اشتهم طقلو ومطقن تشيلات، ما علمني ابوي من اللي ميض جفل. هي عشرة عمر ويغزر الدخان، ما خاويتها وشاجورها موشل. حلو حلو. عيده. انا ابن العراق اللي ما عرفت الذل. وعلي وعلم صار التعرض واقفين وقوف، ولد حيدر علي حنا يخاف من الخوف. ولد حيدر علي حنا يخاف من الخوف. وشمرنا ويا الرصاص ريول ويا جفوف. وشمرنا ويا الرصاص ريول ويا جفوف. هو تشبو الماء وانضمهن، هو تشبو الماء وانضمهن، قمنا نعارج بالريلين. تشبو الماء وانضمهن، قمنا نعارج بالريلين. أنا الطالب والمجاهد محمد رمضان عبد. الحمد لله ربي رزقني الشيء الأصغر، وأنا كنت متمنى الشيء الأكبر وهو الشهادة. الحمد لله تمت إصابتي في هذا التعرض الأخير، وفقنا ورزقنا هذا الرزق العظيم، وهذا اني اعطيهن هديه والله. بالتعرض مال ليله 17 بالشهر مال بتل عفر بالسكراب، منطقه السكراب، صابتي بتر الايد اليمنى والساق اليمنى، والحمد لله والشكر. هاي هديه من عندي والله العظيم، هديه للامام، وافتخر وانا ما مقدم شيء، لا والله الله وفقني لهذا الشيء، وانا كنت متمنى شهاده ولكن الله ما رزقني اياها. الحمد لله اخر اجل. انا طالب كليه تقنيه اداريه باب المعظم، قسم سيطره نوعيه جوده، اداره الجوده الشامله. مجرد تفكير بهاي الاصابه ما جاي افكر، ومفتخر واشوف الناس، بس انا اقول خادم، والله خادم للناس، لان انا قدمت ايدي ورجلي حتى تستمر الحياه، حتى الناس ترجع، حتى ديمومة الحياة تستمر. واحنا انا اقول مو الطالب مو بس مجرد ان يقدر يقدم بس مجال الدراسة والعلم، ممكن ان يقدم شتى المجالات، وهذا المجال يعني فخر وعز، يعني عندما تقف على الساتر وانت طالب علم وتدافع عن وطنك، يعني افتخار هذا، يعني حتى الوطن يعتز بك. واكو كلمات دارجه اسمعها عند بعض الناس والشباب طبقات المجتمع، يقول الوطن ايش مطينه؟ حبيبي الوطن شنو ايش مطيك؟ يا اخوي الوطن ما يعطي شيء، الوطن انت تعطيه. فانا اقول للشباب، اقول لاخواني يابا قدموا، ترى الوطن هذا يستاهل، والله يستاهل. وطن المقدسات، وطن الحب والتعايش والامن والسلام.